لما كنت مكانك عملت كده. لاني اتسالت كتير وبطلب من الناس حاجات كتير، وليه لو كنت مكاني مش هتعملي كده. لا، انا لما كنت مكانك عملت كده. واحكي موقف حالا حقيقي. لما قابلت ناس توعد وما توفيش، كلامهم زي الملح ما بيرويش. يعني كان تصرفي مختلف عن فكرة الكراهية وفكرة ان انا عايزة انتقم وفكرة حقي فين وانا لسه فيا كل ده. لا بالعكس، انا خدت من كلامهم الحلو عيوبي اللي هما كانوا بيقولوها لي واشتغلت عليها. قدرت على نفسي وحاربتها، حاربت الكره. بقيت افتكر اللي قدامي دايما الكويس حتى لو هو كان معايا مش كويس، وان ربنا جابهولي عشان يختبر صفاتي ويخليني ويساعدني اجمل اكتر حياتي. والله ما الكلام انشا. دايما بخاف من فكره ان باب النجار يبقى مخلع. يعني حاجه اللي انصح بيها ما اقدرش اعملها، الحاجات اللي اقولها ما اقدرش انفذها، ودي حاجه انا ما اقدرش استحملها. جيت على نفسي كتير وقدرت عليها. احيانا كنت بقهرها بدل ما تقهرني، واحيانا كنت بزعل واتضايق واسمع كلامها، بس ده ما كانش بياخد ايام، ساعات، اقصى حاجه يومين. صدقوني ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا، وكده كده ربنا عمره ما هينساك، وحقك كده كده راجع. بس انا عندي فكرة انك مش لازم تكره، مش لازم تنتقم، مش لازم تفكر ليه انا اللي بيحصل معايا كده. لا، فكر ايه الحكمة من اللي بيحصل ده، كده هتلاقي حكمة تفيدك وتساعدك وتنور لك طريقك. اتغيرت كتير، عصبيتي قلت تكاد تكون تلاشت، اتغيرت بحاجات كتير. بقيت اهدى، بقيت ادي كل الناس يستحقوا مكان حلو اديهم مكانهم. دايرة اصدقائي وسعت، ثقتي بقت اكتر، لان لما انا قابلت ناس غريبة كانوا في دايرة ضيقة، فانا وسعت الدايرة. وفي نفس الوقت بقيت اللي يديني حاجة ارجع اديها، واللي ما ادانيش حاجة ملوش عندي حاجة، وبكل اسلوب ومحترم واخلاق. وربنا يكفيني ويكفيكوا شر الشماتة. اوعوا تسيبوا حد محتاج لكم حتى لو اذاكم، لان ربنا هيحاسبكم. لو في ايدك حاجة تديها لحد اذاك حتى لو اذاك، صدقوني الشماتة دي بتحرق في نفسك وفي صفاتك وفي تصرفاتك الكويسة. ربنا اكيد هيعوضك. ولو قابلت الوحش اعرف ان في مفاجأة في الحياة. ولو حصلت لك مواقف صعبة احمد ربنا عليها، وصدقني الاحلى جاي جاي. والله مريت بمواقف صعبة كتير، وكل مرة كنت بقى كان ربنا بيطبطب على قلبي لما بصبر واستحمل. وبدل ما ادعي على اللي ظلمني بقول يا رب انت عالم ومطلع، سامحه وسامحني لو احنا غلطنا. صدقوني عارفة ان الموضوع مش سهل، بس يستاهل. فاهمين؟ بس مش معقول الواحد هيحمل كل الصفات الوحشة عشان قابل اشخاص وحشة وهو عارف انه هيقعد 60-70 سنة في الحياة وخلاص. فاعرفوا دايما انكم ماشيين خدوا معاكم اللي يكسبكم مش اللي يخسركم. طولت عليكم معلش، بس اتمنى اكون فدتكم.